DJ Sabe on the mix. هاي نجوم نجماتي، تحياتي تحياتي. أهلا بكم في إمبراطورية نجوم مادونا. أنا وأبطال فيديوهات الإمبراطورية بنحييكم أكبر تحية. فيديو جديد، يعني قصة جديدة، فزورة جديدة. لو انتوا لسه جداد في القناة ما تنسوش تشتركوا عشان تكونوا من نجومي ونجماتي وتدخلوا إمبراطورية نجوم مادونا. ما تنسوش كمان تعملوا لي لايك جميل حلو كده زيكم، عشان ده اللي بيشجعني اني اعمل لكم فيديوهات افضل. عايزه اقول لكم اني ما بقتش بدعم في الفيديوهات، لكن بدعم في اللايفات. في اي لايف اقول لكم اني هفتحه هنا او في القناه التانية، روحوا في اللايف ده واكتبوا لي اسم قناتكم عشان ادعمكم. هبقى اكتب لكم منتدى قبل ما اعمل اي لايف. كمان يا ريت تاخدوا جوله في صندوق الوصف، هتلاقوني حاطه لكم فيها حاجات مهمه. كل مره بحط لكم حاجات مختلفه مهمه جدا في صندوق الوصف. تابعوا الفيديو للنهايه. باربي. ايوه خير، بس في ايه؟ قلقتني. فزري المدير قال لي ايه دلوقتي؟ ايه؟ قال لي ان فكره الابلكيشن اللي انا عرضتها عليه دي عجبته جدا بجد. ومش بس كده، ده في شركات كبيره جدا طالبيني اني اقدم لهم البرزنتيشن دي في مؤتمر مهم جدا 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 في الكويت. بتهرج؟ والله عارفه لو قدمت البرزنتيشن دي بطريقه كويسه انا هبقى فين؟ انا هبقى رئيس الفرع الجديد للشركه في دبي. يا كان انا مش مصدقه، انا مبسوطه جدا بجد. بس انت هتسافر امتى؟ بكره على طول كده؟ طب هتقعد قد ايه؟ يعني يومين 3. معلش بقى يا باربي هتعبك، ممكن تجهزي لي شنطتي عشان انا هقعد اجهز البرزنتيشن. طبعا من عيوني. الشنطه يا باربي، انا كده هتاخر. ايوه انا جيت اهو. عشان خاطري يا كان، اول لما توصل بالسلامه طمني. مش هينفع صدقيني يا باربي، انا هوصل على الاجتماع على طول. طب خلاص طمني لما تخرج من الاجتماع. ماشي حاضر، انا هخرج من الاجتماع على الساعه 3 كده، هبقى اكلمك. ماشي، يلا بسرعه بقى عشان متاخرش على طيارتك. مستر كان. ايوه. الحمد لله على السلامة مستر كان. الله يسلمك. نورت الكويت. منورة بأهلها. هو حضرتك كويتية؟ لا أنا مصرية. لو سمحت ممكن كلمة؟ معلش أصلا أنا متأخر، لازم أدخل دلوقتي عشان أقدم البرزنتيشن. هي كلمة واحدة. أفندم خير؟ أعرفك بنفسي. طب ممكن بس أدخل أقدم البرزنتيشن ولما أخرج تعرفيني بنفسك زي ما حضرتك عايزة؟ هي في ثانية يا فندم، في ثانية. أنا دودو. أفندم؟ أنا اسمي دودو. اسمي كيوت مش كده؟ جدا. أنا مديرة أعمال ماستر شنواني، صاحب القاعة اللي حضرتك داخل تقدم فيها برزنتيشن دلوقتي، وصاحب سلسلة شركات. أستاذ شنواني غني عن التعريف، ندخل في مهم من فضلك، أنا عارفه والله. أوكي. حضرتك ممكن تسيب الشنطة هنا وموبايلك. موبايلي ليه طيب؟ هو مستر شنواني مانع دخول الموبايلات القاعة، من فضلك التزم بالتعليمات. أوكي اتفضلي. أوكي. ممكن بقى أرجوكي تسيبيني أدخل؟ اتفضل.
كل ده عشاني؟ مايكات وكاميرات وحركات، ايه ده؟ احمدك واشكرك يا رب، احمدك واشكرك يا رب. ما شاء الله، ايه الحلاوة دي بس. مساء الخير. مبدئيا انا حابب اشكركم على الثقة الرائعة دي والفرصة الهائلة دي فعلا، ده قبل اي حاجة. الساعة بقت 3 وكان لسه ما اتصلش، هتصل انا بقى. ايه ده، مراته؟ الو. الو. ايوه مين؟ اللي مين؟ انت اللي مين؟ ده موبايل كين جوزي. سوري مدام. مستر كين لسه في الاجتماع. لما يخرج هخليه يتصل بيكي. باي باي. خبر ابيض يا كان، مين دي؟ يومك اسود. ايوه يا سكيبر، تعالي لي حالا، عايزه اتكلم معاكي. وهي دي فكرتي باختصار، اللي عنده اي سؤال يتفضل. ايه بس يا باربي، في ايه؟ قلقتيني. تعالي يا سكيبر، تعالي احكي لك على الكارثه اللي حصلت. كارثه؟ خير بس في ايه؟ حبيبتي ما تكبريش الموضوع، تلاقيها السكرتيره. طب دي كارثه اكبر، لازم يغيرها. امسح بقى المكالمه عشان ما يتضايقش اني رديت على موبايله. ممكن الموبايل؟ اتفضل. ارن بقى على باربي، زمانها قلقانه، اتاخرت قوي. ده هو مش هرد. ما بتردش ليه دي؟ هرن على سكيبر، ده بيرن عليا. ما ترديش. لا طبعا هرد عشان اعرف فيه ايه. افتحي المايك. الو. ايوه يا كان. يا سكيبر، باربي فين؟ عمالة ارن عليها مش بترد، طمنيني. باربي متضايقه منك قوي يا كان. متضايقة مني انا؟ ليه؟ انا عملت ايه؟ رنت عليك من شويه وواحده صوتها مش الطف حاجه كده هي اللي ردت. دي السكرتيرة يا سكيبر. شفتي السكرتيرة دي كارثة أكبر. انتي مبسوطة كده ليه؟ ما يمكن مش السكرتيرة بتاعته، استني بس. السكرتيرة بتاعتك انت؟ لا، دي السكرتيرة بتاعت مستر شنواني. مين؟ انت هتضحك علينا؟ سكرتيرة مستر شنواني؟ صدقيني الموضوع مش زي ما انتي فاهمة. اقفلي الموبايل ده دلوقتي. استني بس يا باربي. مستر كان في الاجتماع. مستفزين كلكم. يوه، برافو مستر كان، رفعت راس الشركة كلها. ميرسي مستر فاروق. لو سمحت انا عندي سؤال. اتفضل. هو انا هروح امتى؟ بكرة الصبح. طب كويس. تاني يوم. باربي وحشتيني. انتي لسه برضه متضايقة يا باربي؟ والله انتي فاهمة غلط. انا اسف على حاجة ما عملتهاش. انا مش فاهم اصلا بتأسف على ايه، بس ممكن تديني فرصة اشرح لك اللي حصل؟ اتفضل. انا كنت داخل القاعة عادي، لقيت السكرتيرة بتاعت مستر شنواني صاحب القاعة. عارفاه ماله؟ مش هو، السكرتيرة بتاعته قالت لي ان ممنوع الموبايلات جوه، وسبت موبايلي وشنطتي. فلما انت رنيتي هي اللي ردت، لكن انا ما كنتش اعرف اصلا ان هي اللي ردت عليكي. انا كنت لسه جوه وموبايلي معاها عشان ممنوع الموبايلات جوه في القاعة، دي قوانين. يعني دي مش السكرتيرة بتاعتك انت؟ لا والله مش سكرتيرتي، السكرتيرة دي في الكويت، يعني اخر مرة اصلا في حياتي اشوفها واول مرة. اوكي، اسفك مقبول. كده خلص الفيديو بتاعي النهارده. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك جميل حلو كده زيكم، وتشتركوا في القناه عشان تكونوا من نجومي ونجماتي وتنضموا لامبراطوريه نجوم ونجمات مادونا. ما تنسوش كمان تفعلوا زر الجرس عشان اول لما انزل اي فيديو جديد يوصل لكم اشعار. السيناريو ده من تأليف صديقتنا الجميلة روان أحمد. حقيقي شكرا يا أحلى روان على الفكرة القمر دي.
دول اول 3 نجمات جاوبوا على فزورة الفيديو اللي فات. شكرا جدا لتركيزكم في الفيديو، واي حد كتب اي كومنت هيظهر الكومنت بتاعه في اخر الفيديو ده ان شاء الله. فزورة فيديو النهاردة: السكرتيرة بتاعت مستر شنواني اسمها ايه؟ يلا جاوبوا على الفزورة، واول 3 نجمات هيجاوبوا هيظهر الكومنت بتاعهم الفيديو اللي جاي ان شاء الله، واي حد يكتب اي كومنت عامة هيظهر الكومنت بتاعه في اخر الفيديو. بس كده، بحبكم قد الكون كله. باي باي.